السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نبدأ مع بعض اول درس هندسة فراغية. تمام، تعالى كده مع بعض نفهم اول درس. اول درس بيقول لك المستقيمات والمستويات. اولا يعني ايه مستقيم؟ يعني ايه مستوى؟ والله مستقيم قال لك مجموعة غير منتهية من النقاط، يعني عليه نقط كتير. شايف المستقيم ده كده؟ ايه اللي كون الخط ده اصلا؟ قال لك في نقط كده جنب بعضها كتير كده. النقط دي كونت لك مستقيم. ليه قلنا غير منتهي؟ لانه رايح ممتد ماشي، انا مش عارف اخره فين ولا بدايته فين ولا اخره فين، ممتد. فقلنا ايه؟ مجموعه ايه؟ غير منتهيه من النقاط، رايح في كل الاتجاه، ماشي في الاتجاه ده وماشي في الاتجاه ده، مش عارف هيقف فين. فقلت لك ايه؟ مجموعه غير منتهيه ايه؟ من النقاط. ده ايه؟ المستقيم. مجموعه غير منتهيه من النقاط. تمام. قال لك المستقيم ده بنحدده بايه؟ بنقطتين. بنحدده بايه؟ نقطتين. يعني مثلا عندك هنا النقطة ألف ودي النقطة باء. عايزين نسمي المستقيم، أدي المستقيم ألف باء. يا إما نسميه كده أو نكتبه كده، للتسميتين دول كده إيه؟ صح. تمام؟ ده المستقيم ألف باء، ده كده برضه اسمه المستقيم ألف باء. تمام. لو حطينا كمان هنا النقطتين، أدي جيم ودال، ممكن نسمي المستقيم هو برضه جيم إيه؟ جيم دال. والله عادي جدا. يبقى هو المستقيم ألف باء هو برضه المستقيم جيم دال. ليه؟ لأن جيم دال ده نقطتين برضه على المستقيم. ممكن نحط نقطة هنا واو وهنا ياء، يبقى نسميه المستقيم واو ياء. والله هو برضه الايه؟ المستقيم، ما اختلفش، لأن النقط دي كلها تقع على ايه؟ المستقيم. بس لما بنيجي نسمي المستقيم بنسميه ايه؟ بنقطتين. طيب تمام. بعد كده عندك المستوى. يعني ايه مستوى؟ يعني ايه مستوى؟ قال لك مستوى ده برضه مجموعة غير منتهية من النقاط. شايف حضرتك السبوره دي كده؟ قال لك اه. قال لك السبوره دي مستوى. مش السبوره دي اللي احنا رسمنا عليها المستقيم؟ المستقيم ده موجود فين دلوقتي؟ على السبوره اللي قدام حضرتك بالشكل ده كده. فده كده المستوى اللي انا شغال برسم عليه. طب والسبوره دي موجوده فين؟ موجوده في اوضه. طب والاوضه دي بالنسبه للسبوره ايه؟ مستوى. طب والاوضه دي موجوده ايه؟ موجوده في الهواء، والهواء ده ايه؟ مستوى. طب والهواء موجود في الفراغ، يبقى الفراغ ده مستوى. يبقى عند حضرتك بيقول لك ايه؟ الفراغ مستوى يشمل كل المستويات. كل المستويات موجودة فين؟ في الفراغ. وقلت لك عند حضرتك ايه؟ مش المستقيم ده رسمينها على السبورة، يبقى السبورة بالنسبة للمستقيم ده مستوى. طب وقلت لك السبورة موجودة في الأوضة. طب والأوضة موجودة في جوه ايه؟ موجودة جوه ايه؟ هواء، والهواء موجود جوه فراغ. فايه المستوى اللي بيشمل كل المستويات؟ هو الفراغ. الفراغ هو المستوى اللي بيشمل ايه؟ كل المستويات. تمام. قال لك المستوى ده بنحدده ازاي؟ قال لك بنحدده من خلال 3 نقاط لا تقع، مهمة جدا، على استقامة واحدة. ثلاث نقاط ايه؟ لا تقع على استقامة واحدة. ليه؟ لو قلنا 3 نقاط تقع على استقامة واحدة يبقى عندي 3 نقاط تقع على استقامة واحدة تعمل لي ايه؟ مستقيم. معاك 3 نقاط هم ألف وباء وجيم، تقع ايه؟ نقاط تقع على استقامة واحدة تعمل لي مستقيم. أو نقطتين تقع ايه؟ نقطتين يعملوا لي مستقيم. إنما لو 3 نقاط لا تقع على استقامة واحدة ايه؟ كأنه بايه؟ مثلث. يعني معاك ادي نقطة ادي نقطة ادي نقطة، لا تقع على استقامة واحدة، لا تقع على استقامة واحدة، فيكون لك ايه؟ مثلث بالشكل ده كده. قال لك ال3 نقط التي لا تقع على استقامة واحدة دي، تمام، هي دي كده اللي احنا بنحدد بيها المستوى، من خلال 3 نقط لا تقع على استقامة واحدة. لا تقع ايه؟ على استقامة ايه؟ واحدة. يعني معايا ايه؟ 3 نقط بالشكل ده كده، ألف باء جيم. عند حضرتك هل ال3 نقط دول بيقعوا على استقامة واحدة؟ تقول لي لا. طالما لا تقع على استقامة واحدة وعندك السبورة دي هي المستوى، عايزين نسمي السبورة دي نسميها ايه؟ قال لك هنسميها ألف باء جيم. المستوى ألف باء جيم. ازاي؟ ده ال3 نقط دول موجودين في المستوى عادي. طب ما هو الخط ده ايه؟ المستقيم ده سميناه بنقطتين يقع على المستوى، بس ده ايه؟ نقطتين او 3 نقط على استقامه واحده بيحددوا لك مستقيم. بس لما بنيجي نسمي المستقيم بنقطتين، المستوى اقل حاجه ايه؟ 3 نقط لا تقع على استقامه واحده. يبقى ال3 نقط دلوقتي مش موجودين على استقامه واحده، يبقى نقدر نسمي بيهم الايه؟ المستوى اللي هو السبوره ده ايه؟ نسميه المستوى الف باء جيم. يبقى المستوى الف باء جيم. تمام. كده فهمنا ايه؟ المستوى، وكده فهمنا المستقيم. تعالى بقى نخش واحده واحده بقى كده. بيقول لك بقى ايه؟ مستقيم بقى بالنسبه للمستقيم، مستوى بالنسبه للمستوى، مستوى بالنسبه للمستقيم، وهنفهم الحاجات دي كلها. بس تعالى ازاي بقى بنعرف نحدد المستوى؟ قال لك المستوى بيتحدد من خلال 4 حاجات. قلنا حالا حاجه واحده. ايه الحاجه ديت؟ قلت لك
3 نقاط لا تقع على استقامة واحدة. 3 نقاط ايه لا تقع على ايه؟ استقامة واحدة. طيب ادي ال3 نقاط لا تقع على استقامة واحدة. تمام، ادي ال3 نقاط لا تقع على استقامة واحدة اهو. كده ايه؟ نسمي المستوى ايه؟ اسمه المستوى أ ب ج. طيب لو معايا نقطة هنا كده د، هل النقطة دي تنتمي للمستوى؟ تنتمي للمستوى. مش النقطة دي موجودة على السبورة؟ تقول لي بس احنا سمينا الايه؟ المستوى بالثلاث نقط اللي عندك دول أ ب ج، سمينا السبورة كلها أ ب ج، إذا الدال دي موجودة في المستوى. تمام؟ تمام. يعني مثلا لما كان عندي المستقيم كده أ ب، وادي عندي نقطة د، لما اسمي المستقيم ده أ ب، اقول لك هل الدال دي تقع على المستقيم أ ب؟ تقول لي ايوه لازم تقع. ليه؟ الدال موجوده، انا سميته أ ب عادي، اسميه زي ما اسميه. أ ب دي جزء من المستقيم، نقطتين على المستقيم سميتهم بيه. ازاي تقول لي الدال مش على المستقيم؟ ما الدال على المستقيم اهي. كذلك هنا برضو قلت لك ايه؟ السبوره دي هي المستوى، سميتها ب3 نقط أ ب ج، حطيت نقطه د. تمام؟ تقول لي ايه؟ هل الدال ديت توجد داخل المستوى أ ب ج؟ اقول لك موجوده. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده اول حاله نحدد بيها مستوى. بعد كده بيقول لك ايه؟ مستقيم. عندك المستقيم مثلا أ ب ونقطه لا تقع على المستقيم. يبقى كده كأن معاك ايه؟ النقطه دي هنسميها ج مثلا. يبقى معاك ايه؟ 3 نقط هم، ج والف وباء، يبقى مستقيم ونقطه لا تقع على ايه؟ المستقيم. يبقى كده دول كأنهم معاك 3 نقط اهوت لا تقع على استقامه واحده، فدي ايه؟ تحدد مستوى. يبقى ايه الحالة الثانية؟ مستقيم ونقطة لا تقع على المستقيم. يبقى مستقيم ايه؟ ونقطة لا تقع على الايه؟ المستقيم. تمام كده؟ تمام. طيب تعال الحالة اللي عليها الدور. قال لك الحالة اللي عليها الدور مستقيمان متقاطعان. مستقيمان ايه؟ متقاطعان. مستقيمان متقاطعين. قال لك مستقيمان متقاطعين دول معالك المستقيم لام واحد والمستقيم لام اتنين، القطع في النقطة أ دي مثلا، يبقى لام واحد تقاطع لام اتنين بيساوي المجموع أ، يعني اتقطعوا مستقيمان ايه؟ متقاطعين. قال لك المستقيمين المتقاطعين دول ايه؟ يجمعهم مستوى واحد. يجمعهم مستوى واحد بالشكل ده كده. ادي عندك ده مستوى اهوت أ ب ج د. ممكن نسميه المستوى بأي 3 نقط موجودين عليه، أو أ ب ج مثلا، أو أ د ج براحتك، أو أ ب ج د براحتك. دي صح دي صح دي صح، بس أقل حاجة نسمي بقى المستوى إيه؟ 3 نقط. تمام؟ تمام. طيب قلت لك عندك مستقيمين متقاطعين يبقى يجمعهم إيه؟ مستوى واحد. تمام. طب الحالة بقى اللي عليها الدور، قال لك مستقيمان، ودي ركز فيها قوي بالله عليك، اللي هو لام واحد ولام اتنين متوازيان. يعني معاك المستقيمين لام واحد متوازيان وغير منطبقين. بالله عليك ركز فيها قوي، دي ركز فيها قوي. ما ينفعش اقول متوازيان واسكت، وغير ايه؟ منطبقين. متوازيان وغير منطبقين، يعني انت عندك كده ادي المستقيم لام واحد، وادي المستقيم لام اتنين. قال لك مستقيمان متوازيان ومستقي ايه؟ وغير منطبقين، هل في تقاطع بينهم؟ يبقى التقاطع بينهم بكام؟ بفاي. انما لو متوازيان ومنطبقين التقاطع بتاعهم اي مستقيم من المستقيمين. يعني عندك مثلا كده المستقيم لام واحد، تمام، منطبق عليه المستقيم لام اتنين. قلت لك المستقيمين منطبقين على بعض، فايه التقاطع اللي بينهم؟ التقاطع اللي بينهم يا اما المستقيم لام واحد او المستقيم لام اتنين، يا اما الايه؟ المستقيم لام واحد او الايه؟ المستقيم لام اتنين. ده التقاطع الايه؟ اللي بينهم. تمام. انما بقى متوازيين وغير منطبقين، في الحاله دي اقول لك ايه؟
التقاطع بينهم بفاي. كان في الاعدادي بيضحك عليك وبيقول لك ايه حاجات غلط، يقول لك مستقيمان متوازيان تقاطعهم بفاي، غلط. ما نسي شرط، متوازيان وغير منطبقين تقاطعهم فاي، متوازيان ومنطبقين تقاطعهم احد المستقيمين. تمام. دي كده الحالات اللي احنا بنحدد بيها مستوى. دي كل الحالات اللي بنحدد بيها مستوى. 4 حالات. ايه الاربع حالات؟ 3 نقاط لا تقع على استقامه واحده، مستقيم ونقطه لا تقع على المستقيم، تمام، وعندك ايه مستقيمان متقاطعان يجمعهم مستوى واحد. تمام، يبقى ايه مستقيمان متقاطعان في نقطه يجمعهم مستوى واحد. مستقيمان متوازيان وغير منطبقين قال لك يجمعهم ايه مستوى واحد. تمام كده، تمام. بعد كده بقى تعالى للاوضاع بقى. موضع مستقيم بالنسبه لمستقيم، موضع مستوى بالنسبه لمستقيم، مستوى بالنسبه لمستوى. تعالى الاول ناخد مستقيم بالنسبه لمستقيم. قال لك مستقيم بالنسبه لمستقيم يا اما مستقيمان متقاطعان معاك المستوى ايه المستقيم ده لام واحد ضد المستقيم لام اتنين، قطع في النقطه دي مثلا ولتكن ج. قال لك المستقيم لام واحد تقاطع المستقيم لام اتنين بيساوي الايه المجموعه ج. مش ده حالا كنا لسه قايلين مستقيمان متقاطعين ده يحدد مستوى؟ والله احنا كنا لسه قايلين حالا ان هو الكلام ده يحدد مستوى. تمام تمام. بعد كده مستقيمان متوازيان. مستقيمان متوازيين ادي معاك المستقيم لام واحد وادي المستقيم لام اتنين. مستقيمان متوازيين وغير منطبقين، متوازيين وغير منطبقين يبقى لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي. طب لو متوازيين ومنطبقين، يعني انت معاك كده هو مستقيمين متوازيين ومنطبقين، قال لك لام واحد ده لام واحد اهوت ودي لام اتنين، قال لك لام واحد تقاطع لام اتنين بيساوي لام واحد او بيساوي لام اتنين، بيساوي احد المستقيمين. تمام كده، تمام. ادي كده مستقيمين متوازيين غير منطبقين ومستقيمين متوازيين او منطبقين. بعد كده المستقيمان المتخالفان، وده مهم قوي جدا، مهمه. تمام، مستقيمان متخالفان. تعالى بقى للمستقيمين المتخالفين. المستقيمين المتخالفين دول تعالى اوريك رسمتهم عملي. شايف عند حضرتك ده كده ايه مستوى، ده كده ايه يا جماعه مستوى. مش المستوى ده كده عليه الورقه دي مستوى، دلوقتي الورقه دي عليها ايه مستقيم. عند حضرتك هنعتبر ان القلم ده كده تمام هنعتبره مستقيم. مستقيم ايه قاطع للمستوى. هل المستقيم ده موجود جوه المستوى؟ لا، ده المستقيم اللي عندك ايه اللي مرسوم على الورق ده هو كده المستقيم اللي على ايه المستوى. قلت لك هنعتبر ان الورقه دي مستوى. ده كده ايه مستقيم موجود فين على الورقه، تمام، اللي هي ايه موجوده على المستوى اللي هو الورقه اللي عندي دي. وقلت لك ده مستقيم اللي هنعتبر القلم ده مستقيم بس قاطع للمستوى. هل المستقيم اللي قاطع للمستوى ده هل ينفع يتقاطع مع الايه المستقيم اللي على المستوى؟ استحاله. ففي الحاله دي بنسمي المستقيمين ايه متخالفين لا يجمعهم مستوى واحد، ومستقيمان غير متوازيين. يبقى مستقيمان متخالفين غير متوازيين، وتمام غير متوازيين وغير متقاطعين، يعني ما ينفعش يتقاطعوا ولا ينفع يتوازوا. هل ده ينفع يتقاطع مع ده؟ طب هل ده ينفع يتوازى مع ده؟ ده جاي كده وده طالع كده معدي كده، هل ينفع يتوازوا؟ ما ينفعش. تمام. ولا يجمعهم ايه مستوى واحد، لان كده عندك المستقيم اشترك مع المستوى في ايه في نقطه. تمام. تعال نوريك رسمتهم بقى. ادي الرسمه بتاعتهم هم. ادي معاك مستوى، المستوى ده عندك فيه مستقيم بالشكل ده كده. ادي المستقيم لام واحد وادي المستقيم لام اتنين. قلت لك لام واحد ولام اتنين دول متخالفين. تمام. هل قلت لك يتقاطعهم؟ لا، يبقى تقاطعهم بفاي. هل ينفع يتوازوا؟ استحاله يتوازوا. قلت لك ده ايه مستقيمين متخالفين، يعني المستقيم ده قاطع للمستوى، لام اتنين قاطع للمستوى. تمام. فما ينفعش ولا ايه يتقاطعوا ولا يتوازوا. تمام. وعند حضرتك ساعات بنسمي المستوى بحرف كبير، سمي مثلا المستوى ده س حرف كبير. تمام تمام. طيب بعد كده بقى ايه مستقيم بالنسبه لمستوى. مستقيم بالنسبه لمستوى يبقى عندك مثلا مستوى بالشكل ده كده وادي المستقيم.
قال لك اول حاجه مستقيم يوازي مستوى، يعني المستقيم ده كده يوازي مستوى، نسميه لام. لام اللي هو المستقيم يوازي المستوى. تمام. قال لك مستقيم يوازي المستوى، قال لك يبقى لام تقاطع المستوى ده مثلا هنسميه بحرف كبير مثلا صاد، يبقى لام تقاطع المستوى صاد فاي. هما ايه؟ متوازيين، بس هل هما اتقطعوا؟ لا. تمام، اللي هو متوازيين، وشرط كمان غير منطبقين. يعني ما ينفعش المستوى ده يبقى مثلا ايه، ممكن يكون المستقيم هنا كده، هل يتوازوا؟ اه بيوازيه عادي، بس هنا انما المستقيم هنا ايه؟ يوازي المستوى لكن مش موجود على المستوى. تمام. تمام. تمام كده. يبقى ايه تقاطعهم بايه؟ بفاي. تمام. بعد كده عندك مستقيم قاطع للمستوى. مستقيم ايه؟ قاطع للمستوى. مستقيم قاطع للمستوى اللي احنا لسه قايلين عليه حالا، ادي المستوى، ادي معاك المستقيم لام، قلت لك ايه؟ قاطع للمستوى. احنا بنرسم الحته دي كده متقطعه لان هو قاطع للمستوى، فدي لا تنتمي للمستوى. تمام. طيب قلنا هنسمي المستوى ده مثلا عين، يبقى لام، سمي النقطه دي الف، يبقى لام تقاطع العين بتساوي المجموعه الف. ليه؟ لانه مستقيم قاطع للمستوى لا ينتمي للمستوى، يبقى لام تقاطع عين بيساوي المجموعه الف. تمام. طب هل ينفع اقول ان هم متوازيين؟ لا ما ينفعش. طب لو رسمت قلت لك مستقيم هنا جوه المستوى هنسميه مثلا لام واحد، وده المستقيم مثلا لام اتنين اهو، هل ينفع اقول لام واحد بيوازي لام اتنين؟ لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي، لام واحد لا يوازي لام اتنين، لام واحد ما ينفعش يوازيه ولا ينفع ان هم يتقطعوا. تمام. تمام. بعد كده مستقيم داخل مستوى، يعني ده عندك المستوى سميه مثلا س، مستوى س، عندك مستقيم مثلا اسمه لام. تمام. يبقى مستقيم داخل مستوى، يعني اللام جزء من المستوى س، المستقيم لام ده جزء من المستوى ايه؟ جزء من المستوى س. يبقى لام تقاطع س هيساوي المستقيم لام. تمام. هيساوي الايه؟ المستقيم لام. تمام كده. تمام. طيب بعد كده بقى تعالى نخش الحالات اللي عندي عليها الدور. الحالات بقى اللي عندي اللي عليها الدور يقول لك مستوى بالنسبة لمستوى. مستوى بالنسبة لإيه؟ لمستوى. قال لك أول حاجة مستويان متوازيان. مستويان إيه؟ متوازيان وغير منطبقان. مستويان متقاطعان. مستويان منطبقان. منطبقين يعني متوازيين برضو، متوازيين ومنطبقين. تعال بقى معايا واحدة واحدة. أول حاجة مستوى س مثلا، وادي معايا كمان مستوى صاد. معاك المستوى ايه؟ صاد. طيب قال لك المستوى س تقاطع المستوى صاد بيساوي فاي. ليه بيساوي فاي؟ يا جدع متوازيين ايه وغير منطبقين، متوازيين وغير منطبقين. تمام. تمام. بعد كده عندي مستويان متقاطعان. تعال ما اوريك شكلهم الاول. انا مثلا كتاب بالشكل ده كده، مثلا عندك الصفحه دي مستوى والصفحه دي ايه؟ مستوى. ايه التقاطع اللي بينهم؟ شايف حضرتك ده كده الخط المستقيم، شايف المستقيم ده كده؟ ده كده مستقيم، بيتقطعوا في ايه؟ مستقيم. يعني ده مستوى وادي مستوى، متقاطعين فين؟ في مستقيم. يعني ده كده المستقيم بتاعك، وادي مستوى وادي مستوى، قلت لك بيتقطعوا فين؟ في مستقيم. تمام. يبقى عندك مستويان متقاطعان بنرسمهم بالشكل ده كده. عندك المستقيم لام متقاطعين هم، ادي عندك مستويين، المستوى مثلا ده س والمستوى ده هنسميه صاد، قلت لك متقاطعين فين؟ في المستقيم لام. تمام. يبقى س تقاطع صاد، المستوى س تقاطع المستوى صاد ايه؟ بيتقطعوا فين يا جماعه؟ في المستوى ايه؟ في المستقيم لام. المستقيم ايه؟ لام. تمام كده. تمام. بعد كده بقى عندي مستويان منطبقان. مستويان منطبقان ادي معاك كده المستوى س
ادي معاك المستوى صاد منطبقين على بعض، عاملين كده فوق بعض، تمام، منطبقين على بعض، تمام. فيبقى س تقاطع صاد، تمام، بيساوي يا اما س يا اما المستوى س يا اما المستوى ايه؟ صاد. ليه يا جدع؟ بقول لك ايه؟ منطبقين على بعض، منطبقين على بعض يعني التقاطع بينهم اي مستوى فيهم، تمام. وكده يبقى احنا خلصنا اول درس معانا هندسه ايه؟ فراغيه. ان شاء الله هنتقابل فيديو جديد شرح الايه؟ الدرس الثاني هندسه فراغيه، الهرم المنتظم والهرم الرباعي والخماسي والسداسي، تمام، ونعرف كل حاجه فيه والقوانين ازاي بنجيب المساحه والحجم والكلام ده كله في فيديو جديد ان شاء الله. ده اول درس معانا، حضرتك حل عليه وشوف، وهينزل معاك على المنصه ويوتيوب. حل بعد ما ايه؟ ما تسمع الدرس خش حل وشوف مستواك وصل لحد فين، تمام. اتمنى تكونوا بخير وان شاء الله نتقابل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.